قلت له عندي. شاطره. قال لي طب اديهوني. دولي. رحت مديهوله، لقى فيه اغنيه. اغنيه ايوه اغنيه عاديه زي بتاعت عمرو دياب. وان كان على القلب ملوش غيرك، وان كان على الحب مفيش غيرك. رد عليا قال لي لا انا الشك دخل قلبي وانت كنت دخل الشك قلبه خلاص. يا ريته كان دخل وهو في الرياض، ولا جانا ولا ماما عملت المحشي يا كبدي، ولا ماما عملت. اكيد ماما عملت محشي وحمام. ماما عملت محشي وحمام، والله عملت محشي وحمام. انا متاكد. مين معانا؟ شيماء. يلا يا شيم. ايوه ازيك يا دكتور؟ اهلا يا شيم. ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يكرمك حبيبتي. معلش انا كنت عايزه حضرتك تسمعني بعد اذنك. جدا. انا عندي 28 سنه وجالي عرسان كتير جدا جدا، وبابا كان بيرفض وماما كانت بترفض ايام الجامعه. وانا كنت اتخطبت مره واتقريت فتحتي مره، وجيت اتعرفت على ولد من الفيسبوك من 6 شهور. ايوه. اتكلمنا 4 شهور على الفيسبوك. أيوة. نزل، هو كان في الرياض. أيوة. مسافر عشان بيشتغل في الرياض. أيوة. ونزل بعد 4 شهور، نزل وتقدم لي وتقدم لبابا وتوافق عليه، والحاجة اللي كان قايل عليها عملها. يعني كان قايل لي على حاجات فعلا عملها وما خلش بيها. حاجات ايه زي ايه؟ يعني هو كان قايل لي انا هجيب لك مثلا، هجيب لك قرايه فتحتك كذا، فجاب اللي هو قال عليه. تمام. وموبايل تاتش كده حلو. وموبايل تاتش كده حلو. طيب وشويه يميش حلوين من السعوديه كده فوزدق وبتاع؟ لا ما جابش الحاجات دي. خص علي ده كلام برضو. في حد يفوت الحكايه ديت يا شيخ؟ قعد شهر. هو كان نازل على اساس ان هو اهله من مصر من هنا، واهله مصريين وعايشين في جده في السعوديه برضه. وهو متخرج في الجامعه، متخرج من ليسانس اداب. ولما جه ونزل قال لك الله انت احلى من الشات؟ هو ما شافنيش على الشات اصلا خالص. يعني كان بيتكلم وهو لا لحظه، انا افتكرته ان هو شاف صورتك. لا هو نزل. وده لو نيته كويسه ولا يجرى اي حاجه يا حبيبتي، ولا يجرى اي حاجه كانها صوره بطاقه. ما انا هقول لحضرتك استني بس. يعني ينزل، افرض نزل لقاكي سمره وهو مش بطيء السمر، لا يبقى هيودي فين الموبايل التاتش؟ هيبقى يبيعه بقى في العتبه بالخساره. ما انا عايزه اقول لحضرتك اللي حصل بقى. العقول مالها كده؟ مش لازم يكون على الاقل عنده نسبه 80% ان الدنيا هتبقى جميله وان هو مش. انا عايزه اقول لحضرتك اللي حصل. هو نزل وشافني. لان انا يعني مش هوري له صوري على النت. انا قلت له انت عايز تبعت لي صورتك ابعت. انا مش هبعت صورتك انت تشوفي. فالمهم راح قال لي خلاص بصي اتكلمنا بس هو انت متاكده انه قال لك بصي؟ لا وانت بصيتي؟ قولي يا حبيبتي. تمام. ونزل وفعلا وتقدم لي. طيب ماشي. وكان المفروض شهر وراجع السعوديه. تمام. وقعد شهرين. في خلال الشهرين دول هو كان بيحكي لي على مامته حاجات بشعه. يا ساتر. تمام. مامته جت وتقدمت وهي مغصوبه على كل حاجه في الدنيا، وهو اللي غاصبها، وعملت بابايا وحش وعملت مامتي وحش، وبرده احنا عملناها بذوق علشان هو كان داخل قال لبابا كلمتين. قال له انا راجل وانا قد كلمتي، وانا اللي انا هتفق عليه انا هعمله. ممتاز. تمام. خلاص. وفعلا قبل سفره بيوم اتلكك لي وقال لي اتلكك لي. مين اللي اتلكك؟ هو. قبل سفره بيوم بليله انا نايمه الساعه 1 بالليل، الساعه 3 الفجر لقيته بيتصل بيا بيقول لي اتلكك. بايه؟ اتلكك. قال لي اتصل بيا الساعه 3 الفجر قال لي دلوقتي حالا تديني اليوزر اسمك اليوزر نيم بتاعك والباسورد على عشان يطمن بقى انت بتكلمي حد تاني ولا لا، او الشكا يشكوا شكا وعكا عكا. اديتهم له. يا سلام عليك يا بت. اديتهم له. برافو. وانا لسه صاحيه من النوم، يعني لا لسه حبيبتي، يعني لا لسه فتحت فين ولا غيرتي ولا حاجه، ولا غيرت الباسورد 30-1 ولا اي حاجه نهائي، وجيت مدياله اللي موجود. وشوف يا حبيبي وخش على الرسايل. انا ما بخافش من حد. ودخل على الرسايل ودخل على وهو اللي يمشي مع عيله يقول لها انت مشيتي مع كام واحد قبلي؟ ما دي ثقافه معروفه. خلاص. واديته وكل حاجه لدرجه ان هو رد عليا وقال لي انت الايميل عندك بتاعك ما فيهوش حاجه تخليني اتخانق معاكي. طيب هو كان عايز يتخانق؟ ثانيه واحده، ما انا هقول لحضرتك. الساعه 1؟ الساعه 3 الفجر مش 1. ايوه قبل ما يصلي الركعتين. قال لي بقى ايه؟ لا هو طول الفتره دي بيصلي.
الحمد لله. الفتره دي بيقول لي انا بصلي وبستخير ربنا فيكي. بيستخير مش فاهم حاجه. هو مش فاهم حاجه. مفيش واحد بيصلي ويستخير ربنا. مفيش حاجه اسمها يستخير ربنا. بقالي 100 سنه، بقالي 100 سنه يا شيماء بقول الاستخاره قبل كتب الكتاب بساعه الا ربع. بقالي 100 سنه بقول الكلام ده. ربنا يعلم المسلمين ويبعدنا عن عكا يا عكو. يصلي ويستخير والفار يلعب في عبه. ما هو تهريج. الدين ده مسخره. ده مش دين ابدا. ما انا هقول لحضرتك اللي حصل. قال لي انت عندك اكونت تاني؟ اكونت باونت. اكونت تاني. قولي له عندي انظر حساب. قلت له عندي. شاطره. قال لي طب اديهوني. دولي. رحت مديهوله، لقى فيه اغنيه. اغنيه. ايوه. اغنيه عاديه زي بتاعت عمرو دياب. وان كان على القلب ملوش غيرك، وان كان على الحب مفيش غيرك. ردت عليا قال لي لا انا الشك دخل قلبي وانت كنت دخل الشك قلبه خلاص. يا ريته كان دخل وهو في الرياض ولا جانا ولا ماما عملت المحشي يا كبدي ولا ماما عملت. اكيد ماما عملت محشي وحمام. ماما عملت محشي وحمام. والله عملت محشي وحمام. انا متاكد. والله العظيم انا متاكد. وانا بهرج يا بنتي. انا عايز اعرف هو عمل ليه كده. عشان هو اهبل وانت اهبل منه. عشان انت صدقتي ان في بني ادم ما شافش الفوتو بتاعتك حتى، وكتب مش شعر مكسور الله حلو قوي. هو ده اللي انا كنت بدور عليه، وخدناها. ما بنغلطش، ما بنقولش كلام يغضب ربنا وخلاص، ومش قاعدين له وبنضيع الوقت ولا اي حاجه. وسيله من وسائل التعارف اسمها المربع بتاع الشات. كلمه ورد غطاها، والبينه والمركب والجمل طلع النخله. ادي الجمل وادي النخله. جه الراجل بحاجات لقانا زي ما شاف الفوتو. الفوتو دي بتاعت بطاقه مش جريمه ولا هي قلعه. يشوفها يقول الله خلاص على كده. يجي يقول لا الفوتو حاجه والحقيقه حاجه تانية. شكرا، من غير ما يجيب لا تاتش ولا باتش. قصه قصيره في 3 ثواني. لا جرحت ولا محشي ولا قعدنا ولا انا راجل ولا امي ولا ناس بتدخل بيوت ناس تنتهكها. انت يا حبيبتي زي انا ما قلت، الشات مش هيجوزك. الشات هيحرق دمك وهيضيع عمرك وهيقرفك وهيبقى ليل ونهار. وانا قلت في البرنامج ده مره كلمه، قلت ان مجرد الصوت لو ما انتش كاتمه الصوت زي حالاتي وكاتمه الدردشه زي حالاتي ويعمل ضدك القلب يرفرف كده. لان احنا مش متعودين على طارق ياتينا، مش متعودين لا على عم ولا على خال ولا مع الاسف على اب. المجتمع المحروم العطشان بيبقى متشوق قوي للرنه بتاعت اللابتوب. او دلوقتي كلكم بقيتوا عفاريت وبتستعملوا البتاع اللي ما بقبلوش ده ولا عارف استعمله، اسمه التاتش. فاي عيل ماشي في الدنيا بقى. انا كنت في يوم من الايام من شهر كده، يبقى شهرين او حاجه، لقيت واحد تحت عربيه كارو في الشارع. اقسم برب الكعبه نايم تحت عربيه كارو في الشارع، جنب منه حجاره وزباله، وبيتكلم في وعملت معاه حوار بكل ذوق وكل ادب. اللي جه في ذهني الولد ده اكيد بيكلم عيله، ممكن تكون في النرويج، ممكن تكون في فرنسا، ممكن تكون في شبين الكوم في بلدنا، وهي متخيله ان المربع ده جاي من صفوة بيه او ابو جلامبو اللي هو معاها على الاقل مثلا 70-80 الف جنيه مصححه، وانه قاعد مثلا في شقه فيها جوز حمامات عشان لو اتزنقوا كل واحد يروح حمام، وانه هو نايم تحت عربيه كار. اتوقع لو في بنت شافت ان ده هو اللي بيراسلها، او هو بلغه الفيس الصديقه اللي بعتها طلب صداقه وهي عملت كانت كرهت نفسها وكرهت امها والدنيا بحالها. فما تاخدش على مظهر ان كل تكه تجيلك انها جايه رسول من قلب له نبض ابدا. في ناس بتتسلى، وناس داخله عشان تحرق الدم، وناس نصابه، وناس حراميه، ومليون حاجه. والله يرحم اللي قال لي جمله زمان في الفيسبوك، قال انه عالم افتراضي. افتراضي يعني ايه؟ يعني مش حقيقي. يعني ممكن تبقى نجله سوسو وهي عبد الفتاح، وممكن ولد ويبقى بنت، وسخافات وحاجات طويله قوي.